في حاجة لطيفة كده بتحصل في الجلسات، خصوصا الجلسات بتاعة تعديل السلوك او الاطفال المتأخرين في النطق. بتيجي الام عايزة تحل مشكلة ما عند الطفل، فببدأ اسمع منها ونشخص الحالة ونشوف الدنيا ماشية ازاي، وابدأ اقول لها ايه الاهداف بتاعتنا، او اعرض عليها الحلول اللي هنمشي بيها والستبس اللي هتعملها مع الطفل في البيت، بجانب الشغل بتاعنا هنا في الجلسات او شغل التأهيل والرعاية النهارية. فتبدأ الام تقول عملت ومفيش فايدة، عملت كذا ومفيش فايدة، عملت وما جابش نتيجة. فببدأ اقف كده اللحظة اللي هو هي بتصدر لي صورة ان مفيش فايدة، انا جاية وكل الحلول عملتها وما عنديش اي طاقة تاني او ما عنديش اي اوبشن تاني ان انا انفذ او امشي على الخطوات اللي انت بتقولي عليها دي. فببدأ اقف كده اللحظة واقول لها خلاص انا ما عنديش حل. كان عندي حالة من شوية قلت لها خلاص انا ما عنديش حل، يعني انا كل الحاجات اللي انا قلتها لك انت عملتيها، بتقولي ان انت عملتيها وانا ما عنديش حل ليه؟ ما عنديش حل للطفل. فقالت لي ازاي؟ امال انا جايه لك ليه؟ قلت لها انت جايه لي عشان اساعدك ان احنا نمشي على الستبس دي او نمشي على الاهداف دي مع بعض وبمساعدتي، وان انا اوجهك تتعاملي مع الطفل ازاي او نتعامل مع المشكله ازاي عشان نعدل المشكله بتاعه الطفل. انا مش هاخده عنده مشكله وهرجعه لك طفل تاني، او مش هبدله بطفل تاني ما عندهوش حاجه. انا في جزء عليا وفي جزء عليكي. لمعلوماتكم انا ما بقبلش جلسات او ما بقبلش حالات لو الام مش عايزه تساعد، لو الام شايفه ان هي مش فاضيه، ان هي مش عارفه، ان هي مش هتقدر تحل المشكله مع الطفل، ان هي مش تقدر تتعامل معاه في البيت. لو الام بالشكل ده انا ما بقبلش الحاله وما بقبلش الجلسه. لو هتساعديني خلاص بنشتغل مع بعض، لانه زي ما انا بشتغل انت عليكي جزء في البيت، بابا عليه جزء في البيت، لو عنده اخوات اكبر منه عليهم جزء في البيت، لو قاعدين في بيت عيله او في بيت فيه عمامه او في قرايبه عليهم جزء في البيت. فكل الحاجات دي هي حلقه متصله، مفيش حد بيشتغل لوحده، مفيش نتيجه هتظهر من اخصائي لوحده، مفيش نتيجه هتظهر من المركز لوحده. زي بالظبط ما انت كنتي بتحاولي في البيت لوحدك وما نفعش ولقيتي ان الحلول مش نافعه عشان في اطراف تانية ما كانتش بتساعد حضرتك. فرجاء ما حدش يجي يقول لي انا عملت ومش نافع، انا عايزاكي انت اللي تشتغلي، انا جايباه عشان انت تغيري. لا، احنا مع بعض الطفل هيتغير وهيتحسن والمشكله ان شاء الله مش هتبقى موجوده. انما انا لوحدي دي ما تنفعش، ما ينفعش خالص يعني. وشكرا.